عدنا مرة أخرى. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور طارق حجي، المفكر المصري الذي أسعد دائما. بكون سعيد جدا وأنا قاعد قدامه وبسأل وبقعد أستمع زي كل المشاهدين. وعايز أقول لكم من أقوى الحلقات اللي بتكون في 90 دقيقة اللي بيجي عليها رد فعل أو أسئلة تكون دائما حلقة الدكتور طارق حجي. أهلا بيك مرة أخرى في 90 دقيقة يا دكتور. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. أنا هبدأ معاك على طول كده. رأيك إيه الآن في التسابق على الترشح لمجلس الشعب؟ يعني أنا هبدأها على طول. إحنا شفنا مناظر في أول 48 ساعة، إحنا النهاردة بنتكلم في 4200 مرشح حتى الآن، وتسابق وتزاحم وناس بتخبط في بعض وناس مش عارف إيه وطوابير وغيره. رأيك إيه في هذا المشهد وفي الانتخابات اللي جاي؟ أنا رأيي أن هذا الجسر من جسور خارطة الطريق هو أكثرها حساسية وأكثرها علامات استفهام، بمعنى أن الدستور كان أوضح، اختيار الرئيس السيسي كان أشد وضوحا. الوضوح الآن يعني غير متوفر، لكن للداخل وللخارج هي مسألة حتمية. لابد من وجود برلمان، لابد من أن يكون هذا البرلمان يمثل أفضل العناصر المصرية، وهي حرب، يعني حرب بمعنى الكلمة. يعني بعض الناس كانوا يتساءلون هو ليه السلفيين لعبوا بقواعد مختلفة عن الإخوان عشان اليوم ده، عشان هذا اليوم. هم شافوا إن الإخوان من وجهة نظرهم لعبوها غلط، فالمصريون لفظوهم. السلفي أراد أن يلعب بتأدة عن الإخواني، بهدوء أكثر، بهدوء، يقول عشان ما أخدش كتف زي اللي خدوا الإخوان يوم 30/6 و3/7/2013، أنا هلعب بشويش. في صورة جميلة موجودة على الإنترنت ل5 شخصيات من قادة الأحزاب السلفية. صورة سنة 12 لابسين جلابيات قصيرة، وسنة 2015 لابسين بدل. الصورة دي بتحمل المعنى كله، اللي هو ان هم بيلعبوا. الصورة من الصورة حضرتك جايبها معانا النهارده؟ صورة. طيب يا ريت نبدأ نعرض صور الدكتور للناس اللي لابسة الجلاليب، ثم بعد كده هم لابسين البدل. ولابسين البدل. الصورة دي بتقول رسالة قوية جدا. بتقول ايه؟ بتقول احنا بنلعب سياسة بكل ما في السياسة من التواء، من اجل غرض. ايه هو الغرض؟ في الحقيقة اللي ما يعرفش ان السلفيين اهدافهم والاخوان واحدة يبقى عنده مشكلة ثقافية. الدولة التي يتوخاها السلفيون هي أكثر تعنتا وتزمتا وأصولية من الدولة التي يتوخاها الإخوان. يعني فاحنا عندنا السلفيين يعني الدولة بتاعتهم اللي عاوزينها هم. هو يعني انت بتيجي تقول لي ايه اصله مسالم، اقول لك هو في الحقيقة هو منزوع السلاح، هو ما عندوش فرصة، لكن هو عندما يحمل السلاح يكون شديد الشبه جدا بداعش. مفيش فرق في الأدبيات. الدولة التي يتوخاها السلفي لا تختلف أبدا عن الدولة التي يتوخاها الداعشي أو القاعدي أو النصرة في سوريا. دول ناس عندهم حلم مستحيل التحقق. عارف ليه يا أستاذ محمد؟ لأن هو الحلم بتاعه كأنه بيرجع في تايم ماشين ويلز. بيقول انك تدخل آلة الزمن. أيوة. تدخل في علبة وتقفل الباب وتكتب الزمن وترجع. هم راجعين إلى 600 ميلادية، وده مستحيل، يعني مش هيحصل. يعني هم الهدف بتاعهم غير قابل للتحقيق، لأنه ضد. بس هو عارف كده. بس السلطة، هو حزب سياسي، يعني هو في النهاية هو عاوز يوصل للسلطة. هو الدين بالنسبة له أداة. الدين ليس غرض، الدين هو عبارة عن أداة. احنا عندنا معركة كبيرة جدا في شهر أكتوبر تحتاج مننا جميعا أن نعمل على توعية كل المصريين والمصريات بأن الخطأ الذي تمثل في برلمان فضيحة سنة 2012 ما يتكررش. دي رسالتنا، أن نقول لهم ثورة 30/6 والواقع الذي بدأ يوم 3/7 سنة 2013 سوف يكسر إذا لم يكن البرلمان على مستوى هذا التغيير. بمعنى شوف انت صور البرلمان بتاع سنة 2012
اذا بتحب بلدك ان تكون تحت قبة البرلمان تلك الهيئات المنتمية للقرون الوسطى، فروح اتخدع. لكن انا اظن ان الشعب لن يخدع، اظن ان الشعب هو الحقيقة ان الشعب اللي نفض الاخوان، يعني مش الجيش اللي نفض الاخوان. لا، الجيش اضطر انه يقف مع الناس. الجيش لم ينفض الاخوان طبعا. الجيش منع حرب اهلية من ان تحدث بين طرفين، ولكن في الحقيقة ان الشعب امامه الان ان يختار نماذج تصلح لخدمة الدولة المدنية، جايين يمشوا في البناء، مش جايين يحققوا حلم خرافي في أذهان البعض لم ولن يتحقق في أي مكان. يعني هو في النهاية الدولة اللي موجودة تحت اسم داعش، ودول تيار سلفي، هي يعني عصابة أخذ جزء من العراق وسوريا، لكن ما فيش دولة ممكن تبقى شكلها كده في القرن ال21. لذلك احنا وهدفنا ان احنا نوعي الشعب بان المرة دي ما تملش الغلطة بتاع 2012. واوعى تفتكر ان في غيرك ايها الشعب اتى بهؤلاء، انت اللي جبتهم، وانت اتعلمت وصحيت يوم 30/6 ونفضت هؤلاء من على كتفك. فانت ما تقولش ان القوات المسلحة اتت بهم، لا، انت اللي جبتهم، انت اللي جبت مرسي، انت اللي جبت برلمان الجلابيه، انت اللي جبت الناس اللي انا وانا جاي لك اعمل حلقه معاك سنه 2012 حصل يعني شيء بالنسبه لي قمه في الاهانه، ولكنها اهانه للوطن اكتر ما تكون اهانه ليا. ان انا وانا جاي ادخل المدينه الاعلاميه كانوا السلفيين اتباع حازم ابو اسماعيل بينزلونا وهم ماسكين شومه في ايدهم، هم وقفوا بالشومه قدام العربيه، قال لك انزل، نزلنا، افتح الشنطه، فتش العربيه، راجل حافي ماسك في ايده شومه، يعني بالمنظور المصري قطع طريقه. انا بالنسبه لي كراجل محامي في الاصل، انت مين انت؟ انت مين مديك اذن النيابه ده عشان تعترض؟ هو كان بيدور علينا احنا. بالظبط كده. ما كانوش عارفين احنا بندخل الاستوديوهات ازاي. لا بس هو الفكره ان اللي بيعمله ده في العالم كله محتاج اذن النيابه، مش كده ولا غلط؟ طبعا. انت مين اداك ده؟ مين اداك الاذن ده؟ انا لن انسى انه واحد نزلني وقال لي افتح الشنطه وهو قاطع طريق لابس جلابيه قصيره مرتفعه عن الارض، معناه انه مريض نفسيا. ده هو عامل كده، هو مريض نفسيا. اوعى تفتكر ان في دين اله يرضيه ان جلابيتك تبقى قصيره، ده او طويله، يعني او طويله، الاثنين ما يتفرقش معاه. بالظبط كده. فهؤلاء اللي فتشونا وانا داخلين هنا دول جماعه سلفيه. لازم السلفيين الوقت النهارده اللي عندهم الاحزاب يقولوا لنا هم رايهم ايه في حصار المدينه الاعلاميه سنه 2012 و2013. وزي ما قالوا ان داعش لا تضرب، انت عارف ان في بعض الاحزاب السلفيه قالت ان هم ضد، وما نقدرش تقول ان هم كفار، وما نقدرش انك انت لا ما نقدرش نقول كفار، ما نقدرش نضربهم كمان. تمام. فهم انا ادعو كل من يشاهدني ان يؤمن ان السلفي المصري هو داعشي منزوع السلاح، فول ستوب. حضرتك متابع، يعني هنخش شويه على حمله لا للاحزاب الدينيه والمجموعات اللي بتتجمع، وحتى الان هم بيقولوا ان هم لامين حوالي 700,000 توقيع من الناس. هل ده هيكون ادي الصور؟ على فكره اهو حزب النور ايام مرسي وحزب النور ايام السيسي بالظبط، اهو ادي المجموعه اللي بالجلابيات وبالبدل، الجلاليب، وادي المجموعه بالبدل. الرساله واضحه جدا ان دول ناس بيخدعوكم الى حين ميسره. يعني هو بيخدعك الى حين ميسره. وهو على فكره هم واضحين. هم في واحد بيسال رئيس حزب النور بيقول له انت بتنكر ولايه المسيحي وولايه المراه، لكن مدخلهم معاك في طبعا المراه والمسيحي اللي رايحين يدخلوا. ده يعني انا واحد زي ده اللي دي الجلابيه القصيره، ده في واحد زي ده اللي كان ماسك الشومه وفتش العربيه في 2013 في النص الاول من 2013. دي صوره من رابعه. تمام. فلا وقال لي ان هو بيدور على بعضكم بالاسم يعني. ايوه بيدوروا علينا كمان. قال لي انا بقول له انت بتدور على ايه؟ قال لي على كذا كذا اسامي من الاعلاميين. تصور انت لو كان لقاهم مثلا، نفترض جدلا، ما احنا بنشتغل مع ناس مكانهم الطبيعي مستشفيات الامراض العقليه، ده لو لقى واحد منهم كان هيموتونا، كان هيبقى قطع. أيوة. قطع صغيره. فده الوقت اللي بيقول لك انه بيؤمن بالدوله المدنيه. مش هم اللي بيقولوا لما بنقول لهم انت تنكر ولايه المسيحي على المسلم وتنكر ولايه المراه على المسلم،
فانت ليه بتدخلهم الحزب؟ قال لك عشان امنع مصيبه ثانيه اكبر. ده فساد في رايه، بس فساد اصغر. الفساد الاكبر اللي هو الناس اللي زي حضرتك وزيي اللي بيؤمنوا بالدوله المدنيه، هو ده عنده الفساد الاكبر. تخيل فمستعد يدخل واحد مسيحي رغم انه بيرفض ولايته، ومستعد يدخل مرأة ترشح نفسها باسم حزب النور او باي احزاب سلفيه. انا اسف ان انا بقول اسم احزاب، طبعا باسم اي حزب سلفي ترشح امرأة نفسها في الانتخابات رغم ان هو بيرفض ايضا ولايتها على الرجل. بس لازم كمان نقول للناس ان القبطي اللي رايح تحت رداء حزب سلفي والمرأة اللي راحة تحت رداء حزب سلفي، هؤلاء من الانتهازيين اللي لازم يدرسوا في المدارس او في الجامعات. ليه؟ عشان انت عارف انك رايح هناك عشان يمكن تكسب، لكن انت عارف ان خريطته السياسية لا تناسبك، بس انت الوطن لا يعنيك، انت يعنيك الوصول الى القبة. انا لا اتخيل ان في مسيحي مصري او امرأة تروح لحزب من احزاب السلفيين الا وقد كان هذا او كانت هذه قطعة من الانتهازية ميكيافيلية صرف. انت رايح تعمل ايه هناك؟ عشان التغطية الإعلامية وعلشان الصور وعشان يمكن تبقى في البرلمان. يمكن تبقى في البرلمان. وهو في كل ملة في انتهازيين يعني. هل اكتر حاجة قلقاك في البرلمان القادم يا دكتور هي نجاح السلفيين؟ لا انا على فكرة اولا مش قلق، انا بعمل بواجبي، بس انا واثق ان الشعب اللي ادى اقوى كتف للاخوان يوم 30/6/2013 لن يختار السلفيين، ولم يعد الان المواطن المصري بيتجاب بزيت. يعني هم شغالين في فلسفه الحزب الوطني، يعني هم بيلعبوا بالادوات اللي شافوا الحزب الوطني بيلعب بيها. الشعب المصري لن يخدع مره اخرى باسم الدين، انا واثق من هذا. وانا بقول لك الان على الهوى ان رايي ان السلفيين في اعاده الانتخابات سوف يكونوا بين 0 و9% في البرلمان القادم، لان الشعب المصري تعلم من اخطائه. هو الذي اتى ببرلمان 2013 لا 2012 2012 بس انا كنت عاوز اقول اشد من ذلك، اتى ببرلمان هذه الاشكال المناهضه للعصر. يعني ابسط حاجه نقولها، ده مش برلمان مصر، ده مش برلمان سعد زغلول، الصور بتاعت البرلمان والناس ده مش برلمان عدلي يكن، ده مش برلمان مصطفى النحاس، ده مش برلمان سعد زغلول، ده مش برلمان عباس العقاد اللي قام فيه يخطب ضد الملك فؤاد. ده حاجة تانية خالص، ده ردة ل1000 سنة من الوراء. البرلمان اللي قايم فيه واحد يلعب بالدين فيؤذن رغم عدم إذن رئيس البرلمان. انت حضرتك عارف هو بيعمل ايه؟ لا مش كده، ده رئيس البرلمان نفسه اللي هو كان من الاخوان قال انت هتزيد علينا. بالظبط كده، يعني احنا قاعدين بنزيد على بعض. الغرياني او حاجه زي كده، مش عارف. لا كان سعد الكتاتني. كان سعد الكتاتني. لما هو بيزيد عليه، هو في شك ان هو الاخوان المسلمين لا علاقه لهم باي قيم دينيه اسلاميه او مسيحيه او يهوديه او اي حاجه، ده بيلعب سياسه، بس بيلعب باداه في غايه الخطوره. انا وظيفتي النهارده ان انا اقول للشعب المصري انت اتخدعت مره، ما ينفعش تتخدع مرة أخرى. اللي بيتخدع مرة ده بشر، اللي بيتخدع مرتين ده حاجة تانية. ايه تاني قلقك في البرلمان؟ ايه دي؟ بلاها سوسو خد نادية. دي كاريكاتير حلوة على النت، بيقول ان امريكا اللي احنا عارفين النهاردة انها عاملة حوار مع السلفيين، هي بتستبدل الشيطان اللي خسر يوم 3 يوليو 2013 بواحد تاني يلعب لها نفس اللعبة. يعني هو في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية، أو في الحقيقة المخابرات الأمريكية، ترى أن الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية هي التي ستخضع وتنفذ للإرادة الأمريكية ما تتوخاه الإرادة الأمريكية. بيقولوا لهم إحنا اللي قعدنا حماس مع إسرائيل في 18 ديسمبر سنة 2012 وعملنا اتفاق بينهم، إحنا الوحيدين اللي بنعرف نسيطر على المنطقة دي. فالكاريكاتير ده بيقول ان بلاش الاخوان يا سيدي هم خد بقى دول، خد السلفيين. خد السلفيين. انت حضرتك مصدق ان امريكا لا تستطيع ان تقضي على داعش في 24 ساعه؟ ما كنت لسه انا مستغرب، مش كده ولا ايه؟ يعني انا مستغرب. يعني انت عاوز تحارب الصين وتغلبها وانت مش قادر على داعش؟ ده انت انت عارف دلوقتي ابو بكر البغدادي قاعد فين؟ انا متاكد ان CIA عارفه دلوقتي ابو بكر البغدادي بيعمل ايه. تمام؟ طبعا 100% متصور ومرئي. تمام؟ فلا انا مش قلق على فكره، انا بقوم بواجبي
زي ما حضرتك بتقوم بواجبك ان احنا بنقول للناس اياكم وخطيئه 2012. ساعتها تستحق لا في بني ادم يحركك بطعام ولا بالكذب باسم الدين عليك، لانه في النهايه انت شفته. مفيش حاجه اوحش من كده. هو انت ممكن تشوف برلمان في الكون اوحش من برلمان 2012؟ ده اسوأ شيء يمكن ان يتحقق. انا على فكره طبعا يعني انا جالي تليفونات من البرلمان الدولي، ومش عايز يعني اتكلم كتير. لما راحت البعثه المصريه التي تمثل مصر في البرلمان الدولي بتاعت 2012 انا جات لي اتصالات هاتفيه. الناس ما كانتش مصدقه. لا ما حدش يصدق. الناس ما كانوش مصدقين. لا ما حدش بيصدق صورة الناس وهم قاعدين على الأرض في قصر الرئاسة مع رئيس الجمهورية بياكلوا على الأرض. ما حدش بيصدق إن تلك الكائنات البدائية تحكم مصر اللي عمرها فيها دولة مركزية من 5200 سنة يحكمها الناس اللي حضرتك بتقول قالوا لك احنا مش مصدقين. ايوه أصله بسيط وبدائي ومتخلف أكثر بكثير مما يظن أي إنسان، وفي نفس الوقت بيلعب بكارت كان حساس اللي هو الدين. دلوقتي الناس فاهمه كويس قوي ان انت بتضحك عليا. انت بتضحك عليا باسم الدين. طيب نقفل الصفحه دي شويه. ايه تاني قلقك من البرلمان القادم؟ لا يعني انا رايي ان البرلمان القادم لن يكون مثاليا، ولكن مش هتكون في كتل كبيره. هيبقى على الحكومه وعلى مؤسسه الرئاسه انها تكون في ديالوج مستمر، لانك مفيش جسم له رؤيه. يعني انت ما عندكش حزب يساري، انت هيبقى عندك موزايك، مؤكد ان هيبقى عندك موزايك. هذا الموزايك قد يكون له مزايا وله عيوب. وانت لو سالتني في الحقيقه في وضع مثالي، انا عارف ان الكلام ده مش شعبي، مصر مش محتاجه برلمان حاليا، ولكن الديمقراطيه تاتي بالتعلم. هؤلاء الذين سيجتمعون في شهر أكتوبر القادم لن يكونوا برلمانا مثاليا، ولكن الهدف أن يكون أفضل من برلمان 2012. مش هيبقى فيه كتلة حرجة. أغلب الظن إن ما فيهوش رجال الأعمال الفترة السابقة عاوزين يعملوا الكتلة الحرجة. يعني أنا أعرف إن حضرتك عارف إن في جهود من رجال الأعمال لخلق كتلة حرجة، تكتلات. خاصة أن التغيير الدستوري الذي نقل الكثير من سلطات رئيس الجمهورية إلى البرلمان دي خطيئة في الفترة دي. مصر عمرها ما كانت محتاجة نظام رئاسي أكتر من دلوقتي، ولكن ده أمر واقع. أنت محتاج في البرلمان الجاي مدنيين يؤمنوا بالدولة المدنية ويكونوا في حوار جيد جدلي مع الحكومة ومع الرئاسة لصنع الأفضل وتأييد الأفضل. يعني أكيد لما تبقى حضرتك في البرلمان أنت مش ممكن هتاخد موقف انتقادي من مشروع قناة السويس ايا كان توجهاتك الحزبيه. ليه؟ لان انت عارف في النهايه بتعليمك وثقافتك ان ده لمصلحه الوطن. لذلك يعني انت كنت عضو برلمان اكتر من مره. يعني امثال حضرتك مطالبين الا يترددوا، لان التردد سببه هو ان المعركه قد تكون شرسه لغايه لما يبقى في برلمان، بس اذا ما ضحاش الانسان من اجل الوطن الامر هيضحي امتى؟ ومن يسيب الغوغائيين والدهماء يملأوا البرلمان؟ لا، البرلمان القادم أتمنى أن يكون، وأعتقد إلى حد بعيد هيكون فيه عناصر طيبة مش بالضرورة متفقة. أنا مش عاوزهم يكونوا متفقين، هم مش جايين يبقوا عبيد، بس كل مصري ما عندوش أيديولوجية تأتي في الأهمية قبل الوطن أنا معه. بس في ناس ايديولوجيتهم قبل الوطن، وحضرتك عارف طبعا في ناس ايديولوجيتهم اهم من الوطن. وهم قالوا طبعا. طيب يعني حضرتك مش قلقان من تنوع الاراء، تنوع الفكر، تنوع الشخصيات، وكلنا متفق، كل السياسيين اللي في مصر عارفين كويس جدا ومتفقين ان غالبا مش هتكون في اغلبيه حاكمه بشكل قوي جدا داخل هذا البرلمان، ولكن ستظهر تكتلات. صحيح. طيب دور الناخب بقى هنا، احكي لي عن دور الناخب. ده هو انا النهارده ناخب نازل في دايرتي، يا دكتور في دواير هتطلع كرسي واحد او هتطلع كرسيين نازل فيها 40 مرشح 50 مرشح، اختار مين؟ اختار ازاي؟ اولا ده عصب الموضوع اللي انت بتلمسه ده العصب. ليه؟ لان انا اتقال لي في ال10 ايام اللي فاتت من عشرات الجهات والاشخاص اذا كان من السهل ان نعرف مين اللي ما نختاروش
فمش بنفس السهوله نعرف مين اللي نختاره، وده كلام صح. يعني في واحد بيقول لك طب انا عارف، انا مش هختار انا مين. الجدع النصاب المحتال ده اللي حاطط ادوات الاحتيال في شكله وفي هيئته، انا عارفه حتى لما بيلبس بدله بعرفه، تمام؟ ها؟ طب ده مش هنتخبه، امال هنتخب مين؟ ها؟ احنا مطالبين بتوعيه على اوسع نطاق في المرحله القادمه، وان تشارك فيها الدوله ومؤسسات المجتمع المدني لكي نعطي للناس معايير مش اسماء. يعني احنا مش ما ينفعش ندي الناس اسماء، لكن نقدر نديها معايير، نقول له يا اخي بص على برنامجه وكلامه كمان، مش برنامجه بس، لان في هذه الحاله المصريه الراهنه ما تقدرش تقدم برنامج. لا لازم تعرف تشوف الشخص نفسه. اه برنامج يروح مدرس جامعه يكتبه له، ها مش كده ولا غلط؟ لا، هي المساله مش برنامج لا يعني. لا، ما هو يجيب واحد قريبه مدرس في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه يكتب له بالظبط. برنامج كويس. انت عايزه يبص على دماغه على فكره. احنا عاوزين نقول له لما بيتكلم بيقول ايه فيما يخص الاولويات. اقول للناس مثلا ان من يوم ثوره 23 يوليو 52 ما جت حصل شيفت، تحول في دور النائب من ان هو نائب عن الوطن والامه الى نائب عن الدايره، او في الحقيقه اولاد الدايره ومشاكلهم. مش انا غلطان في اللي بقوله ده ولا لا صح؟ طبعا. كان زمان بيجي في البرلمان المصري سنه 30 سنه 40 سنه 25 بيعتبر نفسه ان صحيح بورسعيد جابته بس هو بيتكلم عن الوطن. دلوقتي هو جاي يدخل عدادات كهرباء ويدخل ولاد كليه الحربيه وكليه الشرطه، ولا هل هذا يعني؟ ارجوك شاركني ليه؟ عشان انت كنت عضو في البرلمان. ها انت واذا ما دخلتش الحضانه بدري هتتهزق وتتشتم وتتهاجم، واذا ما سلكتش المجاري، واذا ما نورتش الشارع، واذا ما رصفتش الطريق، واذا ما عاوزين جبتش نقول قرارات للناس علاج. بقى تحاول تتجنب ده، بمعنى انت عاوزه يجي يكلمك في تشغيل الشباب، القضيه العامه، في القضيه العامه، ها في العلاج، في وجود نظام للتامين الصحي، في البيئه والتلوث، في أن تلعب الدولة دورا قاطعا في القضاء الكامل على ظاهرة التحرش. والله العظيم إن ظاهرة التحرش تنتهي في 24 ساعة لو واحد راح قعد مع السيد ضاحي خلفان مدير شرطة دبي وصديقي العزيز ويقول له ادينا ليه البلد دي ما فيهاش تحرش. هيقول له الروشتة في كلمتين، بالنسبة هو عنده نوعين من البشر هناك غيرنا، وافد ومحلي. هيقول له أنا بعمل إيه في الاتنين، بس تعمل ومش تعمل مره ومره لا. ما هي الفكره ان المصري يعني تعرف استاذ محمد، انا افكر كثيرا في فكره الفهلوه. الفهلوه هي بديل للنظام، مش كده؟ طبعا. انت بتقول ان نظام المرور بيقول ان مش كل ما تلاقي حته فاضيه تخش فيها بعربيتك، خليك في الطريق بتاعك. الفهلوه ان انا لا، انا هعمل حل لنفسي. كل واحد مننا بيتحول الى مشرع ما يبقى فهلوي، مش كده؟ في الامارات مفيش فهلوه. ابن الشيخ يعني الامير عارف ان هيتبهدل بكرامته لو عاكس واحده بنت، وهيتحلق له وهيتبهدل يعني، والتاني الوافد هيطرد. المصري ما عندوش قناعه ان القانون معمول عشان يتطبق. القانون معمول عشان الضعفاء يتطبق عليهم راندملي، يعني بطريقه عشوائيه عند الاختيار. عشوائيا. لكن الانسان بيتعلم لما يشوف القانون الصارم. فاحنا عاوزين نقول للناس حاجتين: لا تنتخب وانتخب. لا تنتخب كل من تظهر عليه جرثومه برلمان 2012. دي جرثومه لما تشوف اعراضها في الشكل او في الكلام تقول له لا، تقول له انا مش عاوزك، انت اللي انت بتقوله ده دي روشته دخول جنه، اتفضل انت ادخل بيها الجنه، علما بان دخول الجنه فردي ما هوش جمعي. يعني ما فيش حد في الجنه بيدخل معاه 4. تمام، مش كده ولا غلط؟ بالظبط. مسؤوليه فرديه. ونيجي بقى تنتخب مين؟ انتخب من يعرض لي بكلامه هو مش بكلام مكتوب له قضايا يبدو فيها الصدق. وانتوا كمان انت اللي عليكم التزام تعرف الصادق بالكاذب، واذا كنت ما بتعرفش الصادق من الكاذب يبقى انت مش مواطن صالح. يعني انت تستطيع ان تميز اللي بتشوفهم في التلفزيون المرتزقه من الصادقين. ما انت بتعرف، مش انت بتعرف المحاورين الصادقين والمحاورين المرتزقه، وبتعرف الضيوف الصادقين واذا كنت ما بتعرفش ما تلومنيش انا، لوم نفسك.
ما هو دور دلوقتي دور تفعيل، دور كل واحد مننا. انت مطالب ايها المواطن ان انت في واحد ما تختاروش، واحد تختاره. اللي تختاره لانه لما بيتكلم بيلمس قضايا تعود عليك وعلى مجتمعك بالخير، لكن هو مش جاي عشان يدخل لك عداد كهرباء 90 امبير بدل 40 او 40 بدل 20. ليه؟ لان ده في النهايه ده بيبقى مرتجي. يعني هو في النهايه هو طبعا هيقعد يعمل دي ببلاش بقى ولا ايه؟ ده مش كده، ما هو يعني المساله كلها ان هو النهارده مش كله مرتشي، ما اقصدش. لا، لو راح النهارده للوزير مره واثنين عشان طلبات خاصه لاشخاص بعينهم، مش هيقدر يقف للوزير ده بعد كده يقول له تعالى انت عملت كذا وما عملتش كذا. طبعا شفت، لان خلاص الانضباط انت كسرت الدايره الرقابيه، خلاص انتهت. وعلى فكره انت بتلمس حاجه كانت موجوده في البرلمانات السابقه. ده يعني لما يبقى في وزير بدون ما نقول مين هو كان مشغل 81,000 في القطاع بتاعه. انا عارف دي، انا عارف القطاع ده بالظبط. كان عنده 70,000 موظف اول ما بقى وزير سنه 99، ولما خرج في 2011 كان عنده 160,000 موظف. دي مجاملات لاعضاء مجلس الشعب، يبقى الرقابه باظت خلاص، خلصت. وهم على فكره قالوا عليه وش الخير اللي انا بتكلم عنه. قالوا فلان ده وش الخير، وش الخير عليكم انتم مش على الوطن. وش الخير بطريقه فرديه بحته. يعني شغل ولادكم، طب وزي ما بتقول حضرتك هتراقبوه ازاي؟ ها؟ لما يجيب لكم القوانين بتاعته هتكلموه ازاي؟ ده الفكره كلها. يا سلام، بنقعد نقرا كان فكري اباظه بيعمل ايه في ساعه زغلول في برلمان 24 مثلا. تقرا وتستغرب. عامل له زي القطه والفار، مطلع روحه في البرلمان. ليه؟ لان مفيش حاجه شخصيه في العلاقه. طيب، في ناس خارجه النهارده بتتكلم على تقول لا احنا عايزين نعمل حمله لا للحصانه خارج البرلمان. الفكر المغلوط عن الحصانه البرلمانيه، الفكر الخاطئ عن الحصانه البرلمانيه. وانا كنت درستها على فكره. الحصانه اصلا للاقوال تحت القبه، بالظبط كده. بس كده يعني في الاصل. أيوة. اصلها التاريخي ان انا لو انا بهاجم وزير وقمت شاتمه، هي دي اللي ما تعاقبش عليها لانها تحت القبه قد تتجاوز. لا، قد تتهم بدون ادله، انا بتهمك بكذا او بكذا او كذا، يعني بيحصل فيها اتهامات، بيحصل لكن فيها كلام. انا مش فاهم الحصانه اللي بره ابدا. الحصانه اللي بره دي كانت اختراع، غطاء للفساد. لكنها كانت اختراع لانها مش موجوده قانونا. هي مش موجوده ولا يجب ان تكون موجوده. ودلوقتي فرصتنا فرصه الرئيس الذي يحظى باكبر شعبيه هو وسعد زغلول وجمال عبد الناصر، سواء اردنا او ما اردناش. على فكره احنا مش بنقول راينا، احنا بنقول تاريخ. بنقول تاريخ. بنقول الثلاثه دول اخذوا من المصريين شيك على بياض، تمام؟ فهم واجب عليهم ان كمان يؤدوا مقابل الشيك. في فرصه الان امام الرئيس مثلا في قضايا قد تمس بعض الاشخاص الموجودين في الحكومه الحاليه. ده وقت ان القضايا دي تتحرك. ليه؟ عشان الناس تؤمن ان مفيش حد له، يعني مفيش حد له حصانه وحد له المهندس لما بيقولوا القانون ما فيهوش زينب، يعني انت عارف مفيش زينب في القانون. فهو يعني انا بكلمك عن حاله موجوده النهارده في قضيه فيها اطراف اعلاميه وسياسيه قد تؤدي الى اتهام اكثر من وزير حالي في الوزاره او وزير سابق كانوا موجودين ولسه خارجين، او وزراء. تمام بالظبط. لها علاقه بالاراضي وصحفي بيبيع. بس هو يعني هو في حظ نشر في هذه القضيه. ما انا ما قلتش حاجه، حتى الان ما قلتش ولا حاجه، بس بقول ايه، فرصه امام النظام ان يدي درس لهذا الشعب ان انا ما عنديش ابيض واسود، ما عنديش خيار وفقوس، وانما ساطبق القانون. الحظر ده على النشر لكن مش على منع القانون. يعني القانون في النهايه لا، القانون بيطبق مع حظر النشر بسبب بدايه تحقيقها. بالظبط. يعني هيبقى في النهايه احتمال نظري ان بعض الاعلاميين وبعض اعضاء السلطه التنفيذيه يبقوا وراء القضبان. تمام؟ دي فرصه. انا رايي ان دي لمصلحه النظام. دي لمصلحه النظام ان يعمل كده، لمصلحه النظام ان يقول مفيش حاجه اسمها حصانه لعضو مجلس الشعب بره البرلمان. لان هو المستفيد. لا، هو بره البرلمان طالما اتمسك حتى لو بيكسر اشاره مفيش حاجه اسمها عضو مجلس الشعب. لا، وانت قلت انها عرفيه. ايوه، هو عرف مشاه الحزب الوطني بالظبط، اللي هو ايه، تروح النيابه مش هتروح تقبض عليه لانه عضو مجلس الشعب، رغم ان في الحقيقه مفيش نص بيقول كده طبعا. فاحنا محتاجين، عندنا فرصه للتطهير غير عاديه. يعني انا يعني اذا انت سالتني قلت لي تقول ايه للرئيس، اقول له عندك فرص بحجم ثقه الناس فيك ان
تؤدي لهم ما يريدون يشوفوا ان مفيش حد كبير على القانون، ان مفيش صحفي كبير على القانون، ان مفيش وزير حالي وسابق كبير على القانون، ان مفيش حاجه اسمها حصانه، ما بينفعش يعني ان حتى لو كمان لو في حد اخذ موضوع الاحزاب الدينيه للمحاكم ناخده للنهايه، نكمل الموضوع. لان هو يعني هو الشعب كله عنده علامه استفهام. ليه في استثناء في حكايه الاحزاب السلفيه؟ في علامه استفهام كبيره عند الناس. هل الناس دول لان هم خلعوا بالاخوان يركبوا معانا في نفس المركب؟ يعني مش بالضروره يعني. لان مش على فكره عدوك ليس بالضروره صديقك. يعني هم الناس يقولوا ايه عدوي صديقي، لا مش بالضروره، لا ممكن يبقى عدوي. خلص من العدو الاول. طبعا. طيب. اتكلمنا عن الناخب وكلمنا عن جزء من البرلمان، شكل البرلمان. رايك ايه في اللي بيحصل في الاحزاب السياسيه لما اعلنت مواعيد الانتخابات اللي هم مستنيينها، كانهم لاول مره داخلين انتخابات، وكان كل الاحزاب فوجئت ان بكره في انتخابات، زي ما كده بالظبط عارفين ان رمضان جاي وفجاه مصر كلها تنطلق في الشوارع تدور على الفول والزبادي ليله السحور. هو طبعا يعني ايه، انا هحاول اجاوبك رغم اني اظن انك تقدر تجاوب افضل مني، ان على السؤال التالي اللي هو مربوط باللي انت بتقوله ده. ايه ظاهره ان ال90 حزب اللي في مصر دول ما اندمجوش في 7-8 احزاب؟ انا بيحيرني هذا السؤال. يعني انتم عارفين ان انتم ريش في مهب الريح، مش كده؟ 90 حزب، لو ادينا اي مواطن مصري ورقه وقلم وقلنا له اكتب لي، هيكتب من 0 ل10، مش كده؟ لو كان متابع الحياه السياسيه، لما يكون متابع الحياه السياسيه. لكن انت عندك 90 حزب منهم 80 السياسيين ما يعرفوهمش. انا محيرني هم ليه ما اندمجوش؟ هم غالبا لشهوه الرئاسه، يعني شهوه الرئاسه تمنع رئاسه الحزب تمنع الاندماج. بس في حاجه اسمها واقع جاي. انت لما تخش البرلمان لو ما عملتش فرانس تكتلات انت هتبقى ولا حاجه. البرلمان كله لن يستطيع ان يتحرك لو ما عملش تكتلات 100%، وينسى الحزبيه. مهما كان الدستور بيقول ان هو لو غير حزبيته، البرلمان المصري القادم لو ما عملش تكتلات من مجموعات مختلفه من الاحزاب لن يكون برلمانا. لا يمكن، مش هيبقى برلمان. ما فيش اغلبيه وما فيش حزب اغلبيه، وبالتالي ما فيش معارضه. بالظبط، لان هي قضايا قوميه عامه لازم يتناقش. الاحزاب عرضه للاندثار، يعني اللي هو عارف اللي حصل للديناصورات، يعني احسابنا عامله زي الديناصورات على وشك ان هي تندثر. ليه؟ لان وجودها في الشارع ضعيف جدا، وعدم ائتلافهم مع بعضهم وذوبان البعض في البعض وتكوين. يعني هو انا عاوز ابالغ واقول ان اكتر من 6 احزاب انا مش هبقى فاهم. يعني هي العمليه تتمخض عن 6-7 احزاب. حضرتك بتتكلم عن 6-7 احزاب زي الدول المتقدمه اللي هي بتمثل تيارات سياسيه على اختلافها بين اليمين واليسار، ويمين اليمين ويسار اليسار وكده. بالظبط كده. بالظبط. فانت لما تبقى عندك 90، يعني عندك 90 طيف، ده كتير قوي. ما ينفعش يكون عندك 90 طيف. ده الاسماء نفسها متكرره، مش كده؟ المصطلحات بتتكرر، ما عادش حد لاقي اسماء. بتلاقي كلمه الحره وما اعرفش ايه والديمقراطي والاجتماعي فانت الان هم في ورطه. هم لغايه الان ما دخلوش حتى باساميهم للترشيح، معظمهم. هم عندهم ورطه كبيره ان هم هيبقوا ريش قدام المروحه هتشوت الريش ويطير. انتم امامكم الان فرصه تاريخيه للتضحيه بالمجد الشخصي والاندماج. هتعملوا كده؟ مش عارف، ما اقدرش احكم، لان وجودهم على الساحه، يعني هو عندهم دلوقتي 1.5 سنة فاتوا كانوا يجب ان يكون فيها وجود. من 3 يوليو 2013 كان لازم يكونوا بيشتغلوا على كده. هو في تكتلات واضحه، في مجموعات بتنضم لبعضها، في تكتلات، في كلام كتير وبنشوف، وفعاليات بيحاولوا يعملوها، ولكن من الواضح جدا ان هو مش عارف يعلم في الشارع المصري. ما زال الشارع المصري لو بدأ يتذكر احزاب هيتذكر اسماء 4 أو 5 احزاب. حضرتك قلت كده، لها تاريخ من 0 ل9. هو سيعود الى احزاب لها تاريخ، او سيعود الى احزاب تمثل تيار سياسي او تمثل حاله سياسيه بالنسبه له، وده فعلا الواقع حتى مع كل الاحزاب الجديده دي بغض النظر. ولكن انتشار ال90 حزب، ترشيح ناس من عندهم، ده
هو جزء كبير من المعادلة، إنما فجأة تكتشف حضرتك أن أغلبية المرشحين في مجلس الشعب القادم أو البرلمان المصري القادم مستقلين لا ينتمون إلى أي من ال90 حزب. يعني شوف، عندي 90 حزب ورغم كده معظم المرشحين مستقلين، ملناش دعوة بالحزب. بس في النهاية زي انت ما قلت ستعرض عليه قضايا يحتاج ان ياخذ فيها موقف له علاقة بالتفكير. طبعا موقفه ده بيقربه من الناس ويبعده عن الناس، فاذا ما عملش الائتلاف يبقى غبي. انا اسف على الكلمة بس هو يبقى غبي. ليه؟ لان مصلحته الذاتية. انت لك توجه معين ابتدى يبان في مشاريع القوانين، الطبيعي انك تروح للي بيفكر زيك وتقف جنبه عشان تنتصروا في كتلة حرجة، عشان في المرة الجاية يبقى لكم تأثير. إذا ده مش باين يبقى أنتوا بتحكموا على التجربة الديمقراطية بتعثر كبير جدا. يعني ما هو مش هينفع إن كمان الحكومة تعلمكم إزاي تبقوا أحزاب. يعني الأحزاب والحكومة المفروض إن هم مش كيان واحد في لعبة السياسة. كمان الحكومة هتعلمكم مصالحكم فين وتأتلفوا مع مين وتقتربوا من مين. يعني في الحقيقة في فرصة تاريخية من النهاردة لغاية يوم الانتخاب أن توضع بذور لتكتلات هتبقى موجودة جوه البرلمان يتمخض عنها أحزاب حقيقية بعد ذلك، أو تكتلات قوية، تؤدي إلى أحزاب. في الحقيقة لازم يعني هو في النهاية إن يحصل في النهاية بينهم، حتى لو ما بقوش أحزاب وقعدوا مع بعض. ما احنا قبل الثورة كنا عارفين ان الاحرار الدستوريين دايما اخذين السعديين معاهم، او السعديين اخذين معاهم الاحرار الدستوريين، لان مش قادرين على الغول اللي اسمه الوفد، مش كده؟ فانت واقف قدام تطور طبيعي لا مناص من حدوثه، مش كده؟ ازاي انت مش قادر كده؟ يبقى غالبا انتوا كمان قيادات عليها علامات استفهام. قيادات كتير عليها علامات استفهام. نطلع فاصل ونرجع تاني حواري الممتع مع الكاتب والمفكر الدكتور طارق حجي. 90 دقيقة. عودة حضراتكم مرة أخرى. دكتور طارق حجي، اتكلمنا عن السلفيين، اتكلمنا عن أهمية التكتل في البرلمان، الأحزاب، غيره غيره. طيب إيه رأيك بقى في شبح آخر يطل له ناس بتتكلم كتير جدا، وهو عودة الحزب الوطني بصورة أو أخرى وتحكم رأس المال؟ إن أنا هنزل 10 20 30 مرشح، 100 مرشح في الانتخابات، ويبدأ دول مستقلين ويتكتلوا داخل البرلمان بعد ما يدخلوا ويبقوا قوة متحركة داخل البرلمان ذات رأي أو غيره أو غيره. لأن أنا بعتمد على أن الناس دي ليها في دوائرها كتير وليها قوة وليها عزوة وليها. رأيك إيه في ده؟ الحقيقة يعني أنا مش خايف من رجال الحزب الوطني بقدر تخوفي وعلامات الاستفهام العديدة التي عندي من الجزء الآخر من المعادلة اللي أنت ذكرته حضرتك، اللي هو سطوة المال. الإعلام المصري في رأيي إذا كان من يوم 3/7/2013 للنهاردة بالكتير ياخد عندي أنا 3/10 بالكتير، بس أنا ما أقدرش ما أقولش إن هم قبل 30/6 ياخدوا قرب 9/10 إذا ما كانش 10/10. فالإعلام المصري لما كانت عنده قضية اللي هي إسقاط الإخوان أخذ 10/10، وهم لاعب رئيس في إسقاط الإخوان. مفيش واحد وحده لاعب، لكن هو لاعب. لما الهدف ده راح بنشوف احنا كوارث وفضائح الاهتمامات المختلفة عند البعض مش الكل. ده مفهوم ليا ان القضية التانية اسهل، زي ما تقول ايه المصريين متجمعين حول الاستقلال التام ايام سعد زغلول، ما دي قضية سهلة تمام، غير انك تجتمع حول قضايا التنمية. بنختلف اكتر. يعني ايه التنمية؟ فهو الاعلام المصري في رأيي مطالب الان في 5 اسابيع، احنا عندنا 5 اسابيع للانتخابات، ان هو يؤدي الدور اللي قام بيه قبل 30/6، ان هو يشتغل على ما تاخدش مين وتاخد مين، مش بالاسماء، بالمعايير. يعني ما تاخدش مين بالمقياس وتاخد مين بالمعيار. الاعلام اللي
اللي سكرة النجاح والفلوس دورت راسه، عنده الآن لحظة تاريخية إن يستعيد المصداقية اللي لازم هو كمان يبقى موافقني إن فقد كتير منها. يعني مصداقية الإعلام انا المصري. بتكلم على المصداقيه لما يكون في هدف عام ويتكتل وراء الاعلام كله ويناقشه بشكل حيادي جدا، ويبدا ان هو يوجه الراي العام بتثقيف الراي العام. كان في عمل زي الكتيبة العسكرية قبل 30/6، أن كبار رموز العمل الإعلامي كانوا شغالين إن احنا نخرج من المأزق التاريخي اللي دخلناه بوصول مرسي للحكم. اشتغلوا معظمهم مش كلهم، وكانت النتيجة رائعة. واللي حصل في الحقيقة، وكان على الجانب الاخر مرسي لا اعلاميين وليه ناس طبعاً في كل طبعاً. القنوات وفي كل حته، بس البطل وتبع الإخوان. الحقيقي هو الناس. طبعا يعني لا هو الجيش ولا هو الناس هي الإعلام. اللي بتشجع طبعا الاعلام، والجيش نزل عشان الناس. والجيش نزل لما لقى ان نيجي النهارده نقول ايه؟ نقول ان الاعلام عليه مهمه تاريخيه اليوم لمصلحه الوطن ولمصلحته، لان عنده تاكل في المصداقيه عالي الان. في صدقني ان في تاكل في انا مش هناقش حضرتك طبعا في ده يعني ده موضوع يعني انا ده وجهه نظري ان هناك تاكل في مصداقيه عدد كبير وليس كل الاعلاميين، وان هناك حتى داخل الاعلام نوع من الثوره الهادئه من الاجيال الصغيره تجاه الكبار. طبعا المال بيلعب دور كبير جدا في الموضوع ده. عندنا فرصة الآن إن احنا نقف وراء قضايانا المهمة جدا في ال5 أسابيع دول، ومنها القضية اللي حضرتك لمستها دي، اللي هي هو أنا لو قلت كل واحد اشتغل في الحياة السياسية خلال حسني مبارك نستبعده، يبقى مش هيبقى فيه ولا اسم باقي تقريبا، لأن معظم الناس دي 30 سنة من حياة الناس. لكن في فرق كبير ما بين رموز العهد وما بين من شارك في الحياة. وظيفة الإعلام أن يحذروا الناس من رموز العهد. طيب مين أسوأ رموز العهد؟ رجال الأعمال. ليس كل رجال الأعمال، ولكن رجال الأعمال اللي هو من غير النظام السياسي كان يبقى عنده 500 مليون جنيه مش 5 مليار. وكلنا عارفين أن أهل المليارات كانوا حاطين ايديهم في ايدين السلطه. مفيش شك في كده، مفيش شك ان اغنياء مصر ينقسموا الى نوعين: اغنياء اصحاب غنى متواضع، واصحاب غنى فادح. الغنى الفادح كان من خلال رضاء السلطه، زواج السلطه، مشاركه السلطه، استفاده السلطه، افاده السلطه، يعني تقول كل التعبيرات دي. انا اعتقد ان على الدوله أن تكون في قمة الحزم والحسم في الفترة القادمة تجاه الذين أفسدوا قبل 2011. ما احنا عارفينهم، احنا عارفين ان هم يعني ليسوا عباقرة. احنا بنتكلم على ناس بالمعايير الثقافية 5%، ولكن انت عارف المال بيضيف للناس. يعني المال بيجعل الناس أقوى بكثير جدا مما يعتقد الآخرون. القوة دي جاية من المال. على الدولة وعلى الإعلام أن يمنعوا كارثة ما يقوم به رجل إعلام بوجه خاص، رجل أعمال بوجه خاص، من رموز العهد السابق. يعني لازم يبقى فيه، هو في الحقيقة كان لازم يكون في قانون إن بعض الناس ما يشاركوش في الحياة السياسية. كان لازم يعني بس كان يتحط له معيار يعني فوقي، ما يبقاش مش معيار عادي. لكن تقول إيه؟ تقول إن بتحط قائمة بناس أنت متأكد إن هم أفسدوا الحياة السياسية وأوصلونا لفضيحة انتخابات 2010. هي كانت أكتوبر أو نوفمبر؟ كانت نوفمبر 2010. فضيحة اللي هم خدوا اللي ما خدوهوش أي نظام استبدادي كامل في إفريقيا. خدوا 96% أو 97% من الأصوات. ودي كانت انت عارف ايه اللي كسرت دي اللي وقعت الزير. طبعا الزير وقع اتكسر خلاص بسبب ان النوايا دي اتحركت تحتيه. واحنا سمعنا بعد كده ان عمر سليمان كان بيروح يقول للرئيس ان الامور دي مش هتعدي على كده. احنا عارفين النهارده ان اللي عملوا انتخابات 2010 بيشتغلوا في السياسه دلوقتي في هذه اللحظه اللي انا هل تتوقع؟ لان انا سمعت عن بعضهم ونازلين في دوائر بعضهم. وعلى فكره في دوائر مستنيه دول ينزلوا لهم. انا سمعت كلام النهارده عن شخصيات نازله الانتخابات قالوا نقسم بالله لو شفناه بس في شارع.
ورغم كده نازل بس على او الدوله نازلين. ان توجد طريقه من الان لغايه يوم الانتخابات. اللي انا بقوله ده ما هوش صعب جدا. انتم تعلموا من الذي كان وراء انتخابات 2010 في شهر نوفمبر. انتم تعلموا انه ناشط الان، وتعلموا ان فلان الذي لم يكن ناشطا وقتها ناشط الان. تمام؟ ليه؟ لانه واحد منهم، لان الماضي بيلح عليه. الماضي بيقول له معقوله؟ يعني معقوله وانت بوليد اوائل الستينات هتبقى على المعاش من دلوقتي؟ تمام؟ وانت شفت اللي السلطه لما بتتجوز المال بتعمل ايه؟ التاني انا عارف ان في جهات دوليه تحضه على ان يلعب هذا الدور. سطوة المال يا فندم، بتحضه بتزقه يعني. بتشجعه. بتشجعه انه يعمل خرم في قاع السفينه. هو من يوم 3 يوليو 2013 معاه مثقاب عمل الخرم ده في حق احمد شفيق، وعمل الخرم ده في حق ناس كتير، وانا عارف ان هو مدفوع. هو ابسط عقليا من ذلك بكثير. طفل صغير معرفيا وثقافيا، ولكن المليارات بتخلي الاطفال يبقوا كبار. انت عندك 2 من رموز اوليجاركيا كلمه جريجيه موجوده في العلوم السياسيه، يعني عصبه. تمام؟ اوليجاركيه المال والسلطه بتاعت قبل 2011 طالع منها الان شخصين عشان يلعبوا في ان البرلمان ده اللي هيجيب رئيس الوزراء الجاي يبقى تحت سطوتنا. واحد بيعمله لحساب نفسه وحساب مدرسته الفكريه، والتاني لحساب المدرسه اللي كان منها الدكتور محمد البرادعي واخرين وعمرو حمزاوي. دي مدرسه واحده، دي مدرسه تنفذ للولايات المتحده في سيناريو 2 اللي ما عرفوش يعملوه في سيناريو 1. عن درايه او عن دون درايه؟ لا عن درايه. عن درايه؟ لا عن درايه، لا عن درايه كامله. لا يعني في اوقات معينه كان في اعلاميين معينين لازم يبقوا موجودين في 4 قنوات. لما يبقوا كلهم في قناه واحده ما تبقاش مصادفه. اصل قانون المصادفه بيقول ايه؟ لو انا دخلت مطبعه بتاعت زمان اللي فيها حروف ومسكت الحروف في ايدي كده ورميتها على الارض ونزلت قصيده مكتوبه حلو، ما ينفعش. ما ينفعش ان مرمي الحروف تنزل والاقي انها مرصوصه وعامله بويم قصيده. لا ما ينفعش. لا، في عنصر الناس مش عارفاه. فما يبقى في 4 مذيعين بيلعبوا على نفس الرتم في قناه واحده، وكلام صاحب القناه بيخدم على نفس الاتجاه. لا اعرف البعد الدولي طبعا، اعرف على طول انت مين اللي بيحركك، ودي مصالحك وانت حر. بس كمان في ناس منوط بهم ان يقولوا لهذين لا قاطعه، لا حاسمه. ولمن يمثله؟ بس هما الاثنين لازم يقال لهما من هنا لغايه يوم الانتخابات انت مش هتكمل اللعبه دي. انت يلي عملت نوفمبر 2010، وانت يلي مش قاعد تسمع كلام بابا لما بيقول لك كل يوم بطل تتكلم في السياسه. بابا بيقول له كده، بطل تتكلم في السياسه، بتخرب بيتنا كل ما تتكلم في السياسه. انت ولد اصغر قرعن صغير، تتكلم في السياسه ليه؟ الايجو بتاعك بالدولار، الايجو في حقيقته بالمعرفه يا استاذ. عشان يبقى عندك ايجو لازم يبقى عندك معرفه، مش عندك فلوس. طيب خلينا ننتقل شويه الى ظاهره اخرى ظهرت ايضا على الساحه بالنسبه للحديث عن الفلوس، وكتير الاحزاب وجدت على هنا عندنا في الترابيزه بتاعتنا في 90 دقيقه وبره، واتناقشت في الصحافه وفي الاعلام وفي كل حته. ظاهره شراء المرشحين. يعني ناس راحه لمرشحين هينجحوا في منطقه، تعالى يا عم الحاج احنا هندعمك، وما تروحش للحزب ده مش هيدي لك فلوس او مش هيقف جنبك في الانتخابات. تعالى انا هدي لك اللي انت عايزه عشان تنجح، وتنضم الى الحزب بتاعي علشان اعمل التكتل واعمل الاغلبيه. هل ده جزء ايضا من المخطط بتاع ده ولا؟ لا، هو ده اولا بيحصل في العالم كله بس بنسب مختلفه.
يعني اللي حضرتك بتقوله ده حتى في امريكا، ها، بس ايه، بطرق مختلفه ومعدلات ونسب مختلفه. الدوله عليها الان ان تعهد لجهه قضائيه باستبعاد المرشحين الذين تحوم حولهم اشياء مثل هذا. لازم يبقى في جهه بتقول اللي حضرتك بتقوله دوت، ده مش سر، ها، ده بيبقى معروف. لازم تبقى في جهه قضائيه بتقول المرشح ده بره. هم مش عملوا كده زمان لما السيد عمر سليمان كان ناقصه 3 ورقات ولا 4 ورقات؟ مش حصل ولا لا؟ انا بس هي كان يعني موضوع بس الفكره العقيده واحده. لا، هو انا متوقع ان في مرشحين سيتم استبعادهم، لازم ان في مرشحين ان الرقابه الماليه هتكون قويه جدا، ولكن احنا لسه مش مستعدين. زي برضو ما عندنا خلل في الحياه السياسيه، عندنا ايضا خلل في الحياه التي تدير الحياه السياسيه والرقابه على الحياه السياسيه. مش هنقدر نستبعد، مش من اول مره، مش هنستبعد يعني قدامنا مره واثنين بس وثلاثه. لو عرفنا نستبعد 60% منهم عن طريق جهه قضائيه محترمه بتقول لا يستبعد، يكون فيها 3 قضاة يستبعد، طالما جمعت معلومات ان فلان الاخوان مش عارفين ينزلوا مرشح بس هينزلوا السيد محمد حسنين مرشح لهم، يستبعد. من كام يوم العالم كان واقف مذهول من الاستعراض العسكري الصيني، خاصة لما الصين قالت ان 94% من الاسلحة المعروضة، ودي اسلحة ايه؟ تدمر الولايات المتحدة الامريكية، ها؟ طبعا ده كان متعمد يطلع الاسلحه اللي تدمر امريكا. 94% من تلك الاسلحة جديدة لم تستعرض من قبل. الرسالة هنا الناس واقفة معجبة جدا، أداء مذهل في روعته، تكنولوجيا، تقدم. حد بيسألني بيقول لي ايه العظمة دي؟ قلت له يد قوية، دولة فيها قبضة قوية. الدولة التي ليس فيها قبضة قوية ما تعملش كده. ما أمريكا بتصرخ له في حقوق الإنسان بقالها 30 سنة، بيقول لأمريكا اخبطي دماغك في الحيطة. تمام؟ الديمقراطية هتيجي بطريقتي مش بطريقتك اللي تعمل حرب أهلية. انت يا أمريكا عاوزة تعملي شيء هنا، انت زعلانة على حقوق الإنسان في الصين؟ انت فاكريننا هنصدق لسه ان انتم زعلانين على حقوق الإنسان في الصين؟ هو انتم حقيقي زعلانين على الولد اللي لقوه في تركيا ميت في المية؟ ولا في 100 واحد زيه كل يوم بيموتوا في أماكن من العالم انتم ضالعين فيها؟ انتوا السبب، انتوا السبب، انتوا الفاعل. يعني فهو الصين بتدينا مثال، اللي ما عندوش قبضة قوية لن يبني مجتمعا سليما. الصين ناجحة عشان عندها قبضة قوية. تصور ان الصين لغاية دلوقتي بتحكم عن طريق الحزب الشيوعي رغم انها مش شيوعية، فيها اجزاء شيوعية واجزاء مش شيوعية. ما خلاص بقى بدأت تتخلص من ده كله. لكن انت عارف ان الحاكم اسمه ايه؟ الامين العام للحزب الشيوعي. ايوه، بس القبضه الحديديه ما زالت موجوده جدا. ده انا مبسوط جدا وتسيطر. انا مبسوط جدا، بس عدوا بمشاكل كتير يا دكتور. بس انا هقول لك حاجه، من غيرها كان يبقوا زي روسيا بتاعت ييلتسن، مش روسيا بوتين. بوتين برضه قبضه قويه، تمام؟ بوتين قبضته قويه، عشان كده الامريكان لا يغفروا له، بيكرهوه كراهيه شخصيه. ده بيدمروا له اسعار البترول في العالم عشان يضربوا له عشان يسقط. انا كنت في مؤتمر كان هو اللي داعي اليه، حضرته 3 مرات، بسال الصحفيين الامريكيين ايه كم الكراهيه ده اللي عندكم تجاهه؟ ما بياخدش اجابه طبعا، ان كم الكراهيه ده سببه ان هو مش عبد. لو كان عبدا ما كانش حصل كده. فالصين اللي عاوزين يتعلموا منها ايه؟ في ال6 أسابيع الجايين دول انت لازم يبقى عندك قبضه دوله قويه بتقول لكل من عليه شبهه ما تخشش الانتخابات. هو احنا اصلا مش هيجي لنا برلمان مثالي، مش هيجي لنا في كل الاحوال، ما عندناش برلمان مثالي، عندنا شيء نبدا بيه، والديمقراطيه تعلم، يعني براكتس على الارض. طب البرلمان ده هيستمر يا دكتور؟ من مصلحتنا انه يستمر. ليه؟ حتى مع كل يعني الحاجات والمحاذير اللي طالعه من اساتذه القانون. استاذ محمد عاوزين نشتغل، يعني فعلا ايه؟ طبعا عاوزين نشتغل، بمعنى مش عاوزين كفايه عطله. في كلمه يعني، بص، عطاله المثقفين مش عاوزينها توقف. في عطاله بتبقى ساعات عند المثقفين، اللي هو يقول لك ايه؟ عارف ان يجي واحد مثقف يقول لي ايه من كام يوم؟ انا موافق على 30/6 بس مش موافق على 3/7 2013. هو الرد الحقيقه ان انت طفل صغير ما عندكش رؤيه تاريخيه. لو عندك حس تاريخي كان فهمك ان 30 يونيو 2013 من غير 3/7 حرب اهليه، وحرب ما بين اللي في الميدان ورجاله خيرت الشاطر. وابشرك ان اللي هيكسبوا هم رجاله خيرت الشاطر، لان هم المسلحين، هم اللي قتله.
هم دول مولودين قتله. انت عارفها تمام. فهو انت لما تقول لي كده، كان راجل قاعد في جامعه هارفارد بيقول لك انا موافق على 33/7 30/6 بس مش موافق على 3/7. الحقيقه ان الردود الاكاديميه له كلها مش مناسبه. الردود الحقيقيه اسكت، ارجوك اسكت. يعني ما تعلقش ما تعلقش يعني. هنقل حضرتك شويه على الساحه الخارجيه وما يحدث بالنسبه لمصر والمتابعات وغيره وغيره. رايك ايه في تطور الازمه السوريه فجاه في خلال اسبوعين؟ هو الغرب ومعه بعض الدول العربية ارتكبت من الحماقات في سوريا ما يخطر وما لا يخطر لأحد ببال. يعني بعض الدول العربية عاوزة توقع الولد ده بشار الأسد، ودفعت فلوس بلا حدود إلى النصرة وفي مراحل معينة لداعش. والنصرة وداعش حاجة واحدة على فكرة. يعني في النهاية أنت هتيجي لك نفس الشكل من أشكال الدولة. الغرب يعني أنا ميال إلى أن الغرب خطته طويلة الأمد أن العراق وسوريا ومصر تنهك وتضعف. طبعا الثلاث بلاد دي بالذات. وأنا استمعت بأذني من رجل من أكثر الوطنيين المصريين سيد عمر سليمان إن رئيس المخابرات الأمريكية قال له في 2003 إحنا هنروح نكسر صدام حسين، مش لأنه في علاقة بينه وما بين القاعدة، ومش عشان عنده أسلحة دمار شامل، عشان إحنا مش مرتاحين لدولة ده بعد الإنهاك. واخد بالك؟ ده هو في 2003 كان أنهك يعني مش مرتاحين لدولة بالحجم ده في المنطقة دي. خريطة المنطقة دي وأنا شفته وهو في حالة غم غير عادية، لأنه شايف إن الكلام ده بينطبق على مصر. طبعا طالما أنت بتقول أنا مش طايق إن يبقى في الحتة دي جيش عراقي وسوري، يبقى لازم هتقولوا جيش مصري لأنه أكبر من الاثنين التانيين. فالمخطط المخابراتي الأمريكي الذي تدعمه أحيانا أوروبا على استحياء هو يقوم على إيجاد فسيفساء في الشرق الأوسط من دول صغيرة تأتمر بأوامرهم، يوحدهم الأحزاب الدينية، يوحدهم واحد عامل نفسه بطل وطني زي خالد مشعل، لكنه في النهاية كان بيجي هنا في المقطم يبوس إيد محمد بديع وياخد منه أوامر ويقول له اقعد اتصالح مع إسرائيل، يتصالح. اللي عمله هو صلح، اللي عمله في ديسمبر 2012 شكل من أشكال الصلح مع إسرائيل، ما يختلفش أبدا عن اللي عمله أنور السادات. تمام؟ فأنت عندك في الحالة السورية دي حالة مهمة جدا بالنسبة لنا على فكرة. يعني لما بنتكلم على الحالة السورية بنتكلم على الحالة المصرية. طبعا. أنا وجه إلي سؤال من واحد كان وزير خارجية روسيا اسمه إيفانوف من أقل من سنة. هل الحل إن يقعد الأسد؟ قلت له لا. هل الحل إن يمشي الأسد؟ قلت له لا. قال لي أمال إيه؟ قلت له يتعمل بديل يحافظ على بنية الدولة السورية ووحدة سوريا. بس مش ده اللي في دماغ الأمريكان. في دماغ الأمريكان على الأقل 3 دول، إن سوريا تبقى 3 دول. سوريا الموحدة عند الأمريكان انتهت. إخواننا العرب اللي بيساعدوا داعش أو النصرة مش عارفين إن وجود الربيع العربي في الجمهوريات وليس في الممالك دي مراحل بس. الربيع العربي اللي هو ليس ربيعا، ولكنه مخطط. هو مخطط. هو اتوجد في تونس ومصر واليمن وسوريا، وبعدين هيجي لكم، بعدين جاي لكم إذا لم تفيقوا إلى النهج المصري. وهو النهج المصري بيقول إيه؟ بيقول إن لو سوريا نظام غير ملائم لسنة 2015 فدي حقيقة، لكن اللي انتوا بتدفعوا الأمور إليه أسوأ. انتوا بتدفعوا الأمور إلى وضع يشبه ليبيا واليمن. هو ده اللي انتوا عاوزينه؟ يعني هو ده اللي احنا عاوزينه، ولا عاوزين أن يطلع حل ليس على رماد الدولة السورية؟ لا نريد أن تصبح الدولة السورية رمادا. والحقيقة أنه سقوط الدولة السورية يبقى مصر وحدها في خندق الدول الكبيرة.
يعني الدول الكبيره في المنطقه راح منهم هيبقى 2، العراق وسوريا. ليبيا يعني في حاله يرثى لها، اليمن في حاله يرثى لها. شوف امبارح كم واحد ماتوا من قوات اللي راحوا عشان بالظبط من 3 ايام. من 3 ايام. بنتكلم على 50 واحد اجمالي، و50 من الامارات ومن البحرين. ده زي ما يكون مات لك 5000 من الجيش المصري لما تعمل بروراتا يعني للنسبه. فانا وجهه نظري، انا عارف ان معظم العالم ما بيعجبوش اللي هقوله ده. الموقف الروسي سليم جدا من سوريا في رايي انا. الموقف الروسي شاف ايه اللي عملوه في ليبيا، وانا سمعت باذني الرئيس بوتين بيقول في جلسه خاصه في سوتشي على البحر الاسود، كنت حضرتها، احنا اتخدعنا في ليبيا. قالوا لنا حاجه غير اللي عملوها. قالوا لنا ان هم هيمنعوا القذافي من ضرب شعبه، ما قالولناش ان هيخلوا البلد نتف ممزقه بهذا الشكل. انت عارف طبعا ان قطر اللي مولت الضربه الجويه الفرنسيه في ليبيا اللي اسقطت القذافي. الخلاصه، نحن نريد حل يبقي على الدوله السوريه، وانا اعتقد ان روسيا على مشارف ان تتدخل بشكل شخصي على التراب السوري. ما فيش حد متخيل ان الدوله السوريه، كل الناس شايفه ان الدوله السوريه هتسقط. انا متخيل ان الدوله السوريه لن تسقط، وان هتطلع من، ولكن بشار لن يستمر فتره صغيره ويمشي. يستمر فتره ويمشي. سؤالي الاخير عشان وقت البرنامج، الحكومه المصريه تتغير قبل الانتخابات ولا بعدها؟ انت متوقع يا دكتور؟ يعني كل يوم في كلام في الموضوع ده، فاصبحنا يعني اقرب الى ان احنا نؤمن ان مفيش تغيير قبل البرلمان الجديد. لكن ما عندناش، يعني ده كلام، يعني انت عارف استقراء، يعني ما عنديش معلومات. لكن اخد ده الى صلب القضيه. مصر تحتاج حكومه حرب تعمل على شاكله السيد الرئيس الجمهوريه، وبعزمه وبحزمه وبحسمه. ولا يجوز ان يكون الفريق التنفيذي بعيد الحماس والفعاليه عن الرئيس كما هو الان في بعض اجزائه وليس في كل اجزائه. كاتب والمفكر الكبير الدكتور طارق حجي، دايما بكون سعيد جدا وحضرتك معانا في 90 دقيقه. بشكرك على وجودك معانا النهارده. انا اللي بشكرك اكتر. ربنا يخليك، وبشكر حضراتكم على المتابعه. ادي احنا استعرضنا قدامكم الانتخابات، البرلمان، تنتخب مين، ما تنتخبش مين، تختار ازاي. في الاول وفي الاخر انت محور كل الموضوع، لانك زي ما جبت اللي قبل كده واللي قبله، انت برضو اللي هتجيب البرلمان القادم. فاختار كويس. اشوفكم بكره في 90 دقيقه ان شاء الله.